ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار مسيرات، سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى مواجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال الرفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال، ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة. بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض المناصب التابعة لبعض المنظمات غير حكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها بالتنسيق مع عملائها في الداخل. هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططاتهم الخبيثة التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا. وعليها تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر تضافر جهود كافة الوطنيين باتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساس المصلحة العليا للوطن، والآخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، وأن تولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتين بعد إقرار حالة الشغور منصب رئيس الدولة لمدة 3 شهور بصلاحيات محدودة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. أود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعة تسيير هذه المرحلة، وذلك في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه في جو من الهدوء. أقول في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما شقها الاقتصادي والاجتماعي التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف والمطالب التعجيزية، بما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي دولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرسام واجبات دولة القانون والمؤسسات. وفي هذا الشأن تحديدا فإننا نشير إلى أن العدالة وقد استرجعت كافة صلاحياتها ستعمل بكل حرية ودون قيود
ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي هذا الصدد ليطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك في ملفات سابقة كقضايا الخليفة والسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد التي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. وأود بهذه المناسبة أن نجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة والوقوف إلى جانبه رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه. وسيثبت تاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها. وستخيب كل أمالهم ومناوراتهم الرامية المساس بسمعة ومصداقية الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل رغم كيد الكائدين سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات في إطار أحكام دستور وقوانين الجمهورية، وأن ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية. وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدنا.